معكم ما أخرجته الصحافة مطيشة كما ينعتها الجزائريين. وحنا هنا كيف ما غادي نقول لكم ودائما كنقولوا حنا ما خدامين لا مع الجزائريين ولا مع غيرهم. وحنا التراب ديال هاد الشعب هذا الجزائري اللي صبح هاد الخماج البشري اللي هو يسمى العياشة، اللي هما الخماج البشريه. عرفت انا في تيك توك ما عرفتش تيك توك عندنا دابا وقيله 298 لايك دابا. مزيان مزيان. اول مره لايف ما كنعرفش كيفاش نشوف شحال عندنا. عندنا يلاه 35 واحد. ما كنعرفكمش كيفاش كديروا تشتغلوا في تيك توك. ما عرفتش كيفاش، ولكن خليونا نشوفوا بعدا. غادي نحط لكم في ستريم بعدا تشوفوا معنا تريكت بوسبيل كيف يتعاملون مع الشعب الجزائري. ما داياش فيهم دابا هما كاع هادشي كله. علاش؟ حيت ما خرجوش الجزائريين وقالوا لهم باللي هنيئا للمغاربه ربحوا كاس العالم ولا وصلوا للنهائي. مشاهدي قناه شوف تيفي، حنا محتفلين بحال دينا كاس العالم. حنا ما تيهمناش الكاس، حنا دينا العالم. الكاس اصلا حرام. قبل ما نطلعوا هذه السيده هذه غادي نتشرفوا بالالتحاق ديال الزعيم ريتشارد بن عزوز معنا هنايا. لنا كامل الشرف لالتحاق الزعيم ريتشارد بن عزوز. نريد اولا ان نحيي الزعيم ريتشارد بن عزوز، هو معنا هنايا. مهم هو معنا وغادي يعلق على كل فقره كاينه هنايا. غادي نبداو بهذه الفقره هذه ديال شوف خيخي كيفاش شنو كيقولوا. سمعوا معايا. اللي قناه شوف تيفي، حنا محتفلين بحال دينا كاس العالم. حنا ما تيهمناش الكاس، حنا دينا العالم. الكاس اصلا حرام. اللي كيضربوا الكاس راه حرام. خدينا واحد المحبه. خالد موالف كتجيب الحلواني وما جبتي البنان. اختي ضروري من البنان. عطيه البنان في كاس كبير، عطيه العصير كاس كبير. دابا هذا من بغيتي تهديه هاد البنان. هذا غنديو للامه. الا واحد الاعداء والعكس هذاك. اسمع شوف. وبن سأدع التعليق للزعيم ريتشارد بن عزوز، ومن بعده سأعلق. سأدع الزعيم ريتشارد بن عزوز يقول لنا على هذا المسخ البشري اللي يتطاول على أسياده في الجزائر. أسياده اللي كتبوا بخطوط بالدماء، كتبوا خطوط الحرية العالمية. أصبح أبناء المخازنية وأبناء العاهرات والقوادات ومن يعني يبيعون أبنائهم للبراني واللي من الخليج ولا من أوروبا ولا من أمريكا ينكحوا بناتهم وابنائهم الصغار. يا حسره. ماشي اما البنات الراشدات كيصيفطوهم على برا. هما كيصيفطوهم، هما داروها تجاره مربحه. تفضل الزعيم ريتشارد بن عزوز. عطينا المهم وصف لنا، بغينا غير توصف لنا هاد الشيء اللي شفتي، هاد الكائنات اللي شفتي رجاء. شكرا انتو دابور، شكرا لك، شكرا على الناس اللي كيتبعوا معاك في هاد لاشين ديالك ومعنا. كنشكركم. ديروا لايك سيل فو بلاي، لأنه كتعرفوا هادو راه ما حابسينش في معارضتهم ضدنا، وعرفتوا كيخسروا البليونز الملايير الدولارات اللي كيخسروا هاد العبيد باش يسكتوا الأصوات. وهذه هي سياستهم، هذه هي الفعايل ديالهم، هذا هو العمل ديالهم الخائن الخبيث المدلول. والدليل هو قدامكم. هادو ضحايا ديال الاستعمار. هذوك هذا البخوش اللي شفتوه بالبنان. انا اكبر منكم، تقدروا تسميوني الوالد. علاش؟ لانه انا اللي كندوي معكم عندي تاريخ ودرايه بالبنان. منين جا بنان؟ اول اللي جابوا لكم البنان للمروك جابوه من افريقيا، وراه حتى الستينات عاش بدا كيدخل لكم البنان يا شعب الجوع. اوكي اللي كتشوفوا قدامكم هذا المستوى الثقافي، مستوى العلمي، مستوى الاخلاق والاداب ديال الولاد العبيد اللي باقي عندهم العبيد الان. راه هذا الحمار الديكتاتور راه عنده العبيد. التوارق اش كيديروا؟ ما عمرو ما حررهم، دونك باقي عنده العبيد. اوكي هادشي اللي شفتوا البنان. وها البنان
هذا هو المستوى ديال ولاد العبيد اللي تحرموا من التعليم الحقيقي، تحرموا من الصحة، وتحرموا من الحريات التعبير اللي منعت العقول ديالهم من الفهم والذكاء في المستوى الحضاري اللي في اليوم العالم فين وصل. وهاد الحيوانات راه كيعبروا غير على المستوى ديال رديء، مستوى العبد، مستوى الحشرة. هذا هو المغربي، وهما عاجبهم الحال. هاد العائلة الصهيونية، علاش عائلة العلاج ماشي علويين، اش كتسميوهم، اش كتكتبوا على الفيزازي؟ الفيزازي راه حمار، راه حتى هو من هاد التريكة اللي حشاو فيه القرعة. الفيزازي راه دوز سطاج اللي دوزوه الخونة كلهم. المهداوي دوز هذاك السطاج اللي كتبوا عليهم الطوبات وكيتغتصبوا لهم عيالاتهم وكيتغتصبوا هما بنفسهم. هاد الحشرات، الحيوانات هادو اللي كيدويو غير باش يفوهوا بالعبودية، وماشي ما كيدويوش على كرامة، ما كيدويوش على القانون، ما كيدويوش على الاقتصاد، ما كيتكلموش على الثقافة فين وصلت البلاد ولا شيء. البنان والبنان والجرة وديك الخانزة كتنوض تشطح بها، هذه حتى حيوانيت ديال البخوش اللي كيتسموا المغاربة المدلولة. تكفيكم غير البيدوفيليا، تكفيكم كيجي العالم يغتصب لكم ولادكم، ويكفيكم سيدكم الصهيوني اللي كيسمع ليه، وتكفيكم بان البلاد تعطات لاسرائيل اليوم. هادشي اللي يكفيكم الحمير. ثانك يو فيري ماتش مسيو.